عليكم ورمضان كريم عليكم جميعا. خليك قوي، المؤمن لا ييأس، ما تعيطش. جمل بنسمعها كتير لما بنقع في أزمة أو نفقد حد غالي. المجتمع بيضغط علينا نكون روبوتات، مش بتحس ولا تزعل. اكتئبت، إيمانك ضعيف. بس الحقيقة إن الحزن شعور إنساني نبيل جدا، وعمره ما كان ضد الإيمان. النهاردة هنتكلم عن رجل كان رمز القوة الصلبة، الرجل اللي اتحطت عليه صخرة في الصحراء تحت لهيب الشمس وما قالش قال أحد. بلال ابن رباح، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. تفتكروا الرجل الحديدي ده ممكن بيجي عليه وقت وينهار فيه نفسيا وما يقدرش يكمل شغله ويسيب البلد كلها ويمشي؟ أيوة طبعا. تعالوا نشوف الوجه الآخر من بلال، الوجه البشري اللي بيحس ويتألم ويزعل. فاصل وهرجع لكم تاني. الصوت اللي كان بيصحى عليه المسلمين كل يوم سكت، صوت الأذان. بلال مش قادر يأذن، الحنجرة الذهبية اتخنقت بالدموع. يا ترى ايه اللي يكسر مؤذن الرسول بالشكل ده؟ يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صدمة زلزلت المدينة كلها. بلال جه أذن لصلاة الظهر والناس منتظرة. أول ما وصل لاسم النبي في الأذان وقال أشهد أن محمدا رسول الله، صوته راح. بكى وبكى والناس كلها بكيت معاه. حاول تاني يوم معرفش، حاول تالت يوم معرفش. بلال جاله حالة بنسميها دلوقتي في علم النفس الارتباط الشرطي. كل ركن في المدينة بيفكروا بحبيبه صلى الله عليه وسلم. المحراب، المنبر، الطرقات، الذكريات كانت بتخنقه. هنا بلال خد قرار جريء جدا، الحفاظ على ما تبقى من روحه. راح للخليفة أبي بكر وقال له يا خليفة رسول الله، ائذن لي أن أخرج للجهاد في الشام. أبو بكر تمسك بيه وقال له بل ابقى معنا يا بلال، من لنا بعدك. رد بلال جملة توجع القلب: إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت أعتقتني لله فاخلي سبيلي. أنا مش قادر أعيش هنا، أنا بتخنق. ساب المدينة وساب أعظم مكان في الأرض، وساب وظيفته كمؤذن للدولة علشان يعالج قلبه. سافر الشام سنين طويلة، انعزل عن الذكريات المؤلمة، لحد ما في يوم شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بيعاتبه بحب: يا بلال، أما أن لك أن تضرنا. ركب دابته ورجع المدينة وهو شيخ كبير. أهل المدينة لما شافوه جريوا عليه: بلال رجع، بلال رجع. ريحة النبي رجعت، وأحفاد النبي الحسن والحسين طلبوا منه طلب واحد: يا بلال، اشتهينا أن نسمع أذانك. طلع بلال فوق سطح المسجد ورفع الأذان لآخر مرة. الرواة بيقولوا ما رؤى أهل المدينة أكثر بكاء من ذلك اليوم. المدينة كلها اترجت بالبكاء، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات النهاردة. قصة بلال مش بس قصة وفاء، دي درس في الصحة النفسية. من حقك تنهار. بلال اللي استحمل الصخرة والتعذيب ما قدرش يستحمل الفقد، وده مش ضعف إيمان. الصحابة ومجتمع المدينة محدش قال له استرجل أو إزاي تسيب الأذان. احترموا حزنه وسابوه يمشي يتعافى. غير مكانك لما تلاقي مكان أو شغل أو بيئة بتضغط على أعصابك وبتفكرك بألامك. اهرب بجلدك. بلال ساب المدينة بكل فضلها علشان يحمي قلبه. أحيانا الهروب بيكون هو قمة الشجاعة عشان تقدر تكمل. خد وقتك في التعافي. بلال غاب سنين
الجرح بياخد وقت عشان يلم. ما تستعجلش على نفسك وما تخليش حد يستعجلك. الحزن لا ينقص من قدرك. بلال فضل سيدنا بلال، وفضل المؤذن الأول رغم إنه بطل يأذن فترة. إنك تاخد نفس مش معناه إنك فاشل أو انتهيت. الإسلام دين واقعي بيتعامل مع بشر من طين وروح، مش ملائكة ولا حجارة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بكى عام الحزن، ويعقوب بكى حتى ابيضت عيناه. لو حاسس بتقل في قلبك ده طبيعي، وده حقك على فكرة. سؤالي ليكم النهاردة من القلب: ايه هي طريقتكم الخاصة في التعامل مع الحزن أو الضغط النفسي؟ هل بتفضلوا العزلة زي بلال، ولا الفضفضة مع صديق، ولا بتكتبوا، ولا ايه حكايتكم؟ شاركوا تجاربكم في الكومنتات، يمكن حد يقرأ طريقتك وتكون سبب في تخفيف وجعه. واشوفكم بكرة في حكاية جديدة، وحكايتهم هي حكايتنا، ورمضان كريم.